صبري خلص كلام هو المهندس ابراهيم والمهندسه ماجده، ما عادش في كلام جديد. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان، كل سنه وانتم طيبين. النهارده ليله 10 رمضان، يوم جميل، يوم عيد للمهندسين. اعتقد زي ما تعودنا دايما الحضور في الدقهليه بيبقى غير اي محافظه تانيه، من اكبر المحافظات مشاركه، واكدنا ده في رمضان. الناس موجوده 2500 صوت ما شاء الله. يمكن حد من الضباط اللي بره من الاشراف الخارجي قال لي بصراحه انتوا مهندسين غير اي نقابه تانيه. قال لي احنا في الاطباء بنشوف خناقات، في وشتايم، في القضاء بنشوف خناقات وشتايم، في المحامين بنشوف خناقات وشتايم. فهنا الناس حتى لو احنا مختلفين مع بعض فالناس بتتعامل بحب واحترام ومواد يعني. كل سنه وانتم طيبين. ندخل في الموضوع على طول عشان ما نطولش يعني. الحمد لله السنه دي من اكبر السنين في الفائض ميزانيه، ودي مش بنقول ان هي الميزه الوحيده، هي طبعا ميزه من المزايا، بس الحمد لله بمجهود الزملاء وده احد عواملها. بتعتمد على حاجات كتير، عشان في بعض الناس كانت بتتكلم في قصه ايرادات الدمغه وفائض الميزانيه. فائض الميزانيه بيعتمد في الاساس على الاشراف الهندسي وعلى ايرادات الدمغه. فالطبيعي ان الاشراف شغل الاشراف الهندسي وايرادات الدمغه مرتبط بالاساس باقتصاد الدوله، مرتبط بتنميه المشروعات، باداء الدوله المشاريع المفتوحه. فبعض الناس كانت بتقارن في سنه 22 23 ان هم اصلا كانت الدوله وقفت كل، يمكن المواطنين كلها وقفت كل المشاريع بسبب الاسعار المختلفه للحديد والدولار والحاجات دي كلها والتغيرات، كل حاجه كانت واقفه. فكنا محققين برضه كنا محققين مكاسب اقل من السنه اللي قبلها اللي كانت 47 مليون. لكن طبيعي ان الدوله كلها كانت ميزانيتها كويسه. الحمد لله الدوله استعادت عافيتها في الاقتصاد، وبدانا نشوف تحسن في المؤشرات، ومنها بيبان معانا في المؤشر الحاجات دي 12 مليون. حافز الدمغه الهندسيه، حافز الدمغه الهندسيه 5% من التحصيل. ده حافز بداخل النقابه الفرعيه من النقابه العامه مقابل تحصيل الدمغه. فده الاثنين مليون 4 ده حافز النقابه. باشا فوق المشاريع الجديد ب 813,000 وإيرادات معارض ب 71,000. بالنسبة لمصروفات النقابة مليون 805. بنقول المصروفات العمومية دي اللي هي المية والكهرباء ومصروفات النقابة العادية يعني الحكومية والكلام ده مليون 500,000. المصروفات الإدارية اللي هي المدينة والكلام ده حوالي 5,660,000. الأنشطة مليون 800 قريب من السنة اللي فاتت تقريبا. الإهلاك 945. كده الفائض 43 مليون 600. عملنا إضافات في الأصول الثابتة بحوالي 568,000، منها مصاريف تأسيس وأجهزة كمبيوتر وأجهزة كهربائية ومكن التصوير والكلام. الأصول المتداولة مديونية نادي ضخمة نزلت حوالي 7 مليون تقريبا، ونزلت السنة دي 3 مليون مقابل التسويات مع النقابة العامة والمديونية مع النقابة الفرعية وكده. المديونية دي ما بين النادي وما بين النقابة. قصة النادي هنا المفروض إن النادي تابع للنقابة العامة، فأي مصروفات للنادي المفروض إن هي تيجي من النقابة العامة وليس من النقابة الفرعية على طول. بس لكن احنا عشان احنا مسؤولين كنقابة فرعية عن النادي، فاحنا بندعم النادي من مقابل الأنشطة ومقابل أي حاجز أي نشاط بيتعمل. النقابة بتدعمه مقابل إن احنا ما نرجعش للنقابة العامة ونسحب منهم مصروفات النادي. نادي مدغم مديريته مليون 600. المعارض فيها
عاملين عند المهندسين المواصفات الباقية 14 مليون و700,000. بالنسبة للبنوك وصلنا 194 مليون، كان السنة اللي فاتت 163 تقريبا. 165. الفائض مجمع 212 مليون، إجمالي الخصوم 16 مليون. لينا يعني بعد ال 43 مليون احنا لينا اصلا عند بنك فيصل لسه المرافعات ما كناش وصلناها بمبلغ 13 مليون. ميزانية نادي طلخة، ودي ميزانية منفصلة عن ميزانية الإدارة. إيرادات النادي 7 مليون 500 تقريبا، بزيادة مليون و300. أهم الزيادات موجودة في الميزانية اللانش والكافيتيريا والإيجارات والتذاكر وكده. المصروفات بلغت 7 مليون 390، بزيادة 500,000. وجود زيادة طبعا المرتبات والمصروفات العمومية والمصاريف الحكومية واللانش كميات الجدات والصيانة وكده. النادي محقق فائض ميزانية النادي 69,400. تم إضافة أصول ثابتة بحوالي 460,000 جنيه في النادي، أجهزة كهربائية وبعض التعديلات والبرجولة والكلام ده. متجمع الفائض المرحل 789,000 في النادي. داخل على 7 وقف. إجمالي الخصوم المتداولة 3,757,000. منها 3,148,000 مديونية كده. أنا خلصت تقريبا أهم البنود، لو في أي استفسار بقى.